السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهارده. زي ما انتم شايفين كده، انا غيرت اسم القناه بس خليتها بيتي مملكه حياتي مع نهى علشان بس ما يبقاش فيه لخبطه، لان يعني لاحظت ان في اسامي نفس القناه منها اسمين او ثلاثه، فقلت عشان تبقى يعني برضو مميزه. بس ما غيرتهاش كتير يعني عشان برضو ما تتلخبطوش، ولا حتى شلت الصوره ولا حاجه، عشان بس تبقوا عارفين برضو القناه. يعني ممكن تكون الناس اصلا ما لاحظتش انها اتغيرت ولا حاجه. بس الجديد كده بقى بيتي مملكة حياتي مع نهى. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تفعلي زر الاشتراك اللي هو الزرار الأحمر، وكمان زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجة بقدمها. ولو عجبتك الفكرة وعجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك عليها، تشجعيني طبعا وتنوريني. إيه الفكرة بتاعتي النهاردة؟ زي ما انتم شايفين كده، عارفين ورق الأشعة اللي هو الكبير ده؟ يعني ممكن حد يكون مثلا، اكيد كلنا حد اتعرض مثلا ان هو يروح يعمل اشعة في اي جزء يعني، او بيبقى عندنا الورق ده بنشيله كده وخلاص، او بنرميه، او يعني ملوش استخدام. بصراحة ما اعرفش، النهاردة بصراحة طقت في دماغي فكرة كده. حاجة انا اصلا كنت بروق يعني، فلقيتهم طبعا مركونين عندي. ففي حاجة انا كنت ناوية اصلا اشتريها بس ما كنتش لاقياها، وكمان لما لقيتها يعني كان اسعارها غالية شوية. فكنت بفكر بشغل دماغي واقول يمكن لو جات لي حاجة كده او وقفت قدامي حاجة، يمكن يعني اعرف اخترع الفكرة دي. المهم فلما شفتها بصراحة الفكرة جت في دماغي. يعني هي ممكن تقول عليها فكرة عبيطة او فكرة يعني عادية او كده، بس انا بجد ما شفتش حد عملها خالص. يعني ما اعرفش، ما شفتش حد عمل حاجة زي كده. المهم فكرتي يعني ان انا عندي كمية منهم كده زي ما انتم شايفين، حوالي 6 أو 7. حجمها حلو وشكلها هي متينة طبعا زي ما انتوا عارفين، متينة ومش بتتقطع بسهولة. انا كنت عايزة ايه بقى، وكنت مقررة ان انا اشتريه، وجي في دماغي الفكرة دي ان انا هعملها. عارفين انتوا المفرش اللي بيتحط عليه الاطباق؟ المفارش اللي هي مثلا بتتقدم في المطاعم او كده، او بيحطوا المفرش كده على السفرة وعليه الاطباق والكوبايات، وبيفرشوا اللي هو الكفر ده، المعالق والكوبايات وكده. طيب انا جه في دماغي ان انا استخدم دي. طب هستخدمها ازاي بشكلها ده؟ شكلها مش حلو يعني، مرسوم عليها رجلين وحاجات من كده. طيب عايزه اغير فيها واخلي شكلها حلو. ايه، ما في قدامي فكرتين: يا اما انا مثلا ادهنها او اغير لونها بس هتبقى صعبه شويه، يا اما ان انا الزقها بالايه، بالستيكر اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو بصراحه بيحل مشاكل كتير قوي في البيوت كلها، بيغيروا بيه، بيلزقوا على حيطان وتلاجات وكل حاجة. وانا كمان كنت استخدمته قبل كده في تجديد طقم التوابل بتاعي، ظبطته كده وخليته حلو وامور وعسول بصراحة بالستيكر ده. فانا جت بقى في دماغي الفكرة دي. حتى نفس العرض تقريبا. هاخد اللي هي يعني المقاس بتاعه. تمام. ممكن اقلبه كده عشان بس اخد المقاس مظبوط. طبعا هنا بيبقى فيه خطوط بحيث ان احنا نمشي عليها. هزود بس سنتي كده علشان خاطر اما الزقه يبقى مظبوط من الناحيه التانية. انا هلزق على وش واحد يعني، مش هلزق من ناحيتين. طبعا انتي حابه تلزقي من ناحيتين براحتك. بس عشان في ناس اكيد هتسالني طب المفرش ده ما هيبوظ، يعني المفرش ده عايز هيتغسل ازاي؟ طب انا هوريكم حاجه بس عشان اقنعكم. دي البطرمانات اللي انا عملتها وزوقتها عندي بالستيكر ده نفس الشكل حتى. البتاع ده بلاستيك عامل زي الجلد كده يا جماعة، يعني مش ورق ورق اللي هو بيبوش من المية، لا يعني ممكن تجيبي فوطة وتمسحيه عادي جدا. حتى في صينية برضو بتاعتي كانت قديمة عملتها بنفس الورق ده، وبرضو بمسحها بالمية وبغسلها كمان بالليفة، بس مش سلكة يعني، ليفة اللي هي سبونشة. بتبقى نظيفة وحلوة. وده برضو بمسحه بفوطة. بيبقى نضيف برضو حلو، مفهوش اي مشكله خالص. والغطا كمان عملته بنفس الطريقه. فالستيكر ده حلو جدا وعملي جدا جدا. هو بيبقى عباره عن يعني زي الجلد كده، مش ورق بيبوش يعني. فدلوقتي اللي انا هعمله معاكم ان انا هاخد المقاس، هبتدي الزقه بطريقه كويسه بحيث ان انا اطلع منه الهواء كله، بيبقى شكله كده مظبوط. انا خدت كده المقاس، هبتدي اقص من الناحيه التانية. هنمشي على الخط كده علشان يطلع معانا مظبوط. هبتدي نلزقها كده. هنشيل الطرف حته بحته بقى يعني، مش هنشيل كله علشان خاطر ما نبوظوش. خد بس واحده، شيل الباقي.
كده اهو. اهو يعني انا كده شايفين سبت يعني نص سنتي من الناحيه التانية علشان خاطر الفه كده ويبقى لازق ماسك كويس. انا هبتدي ادخل ايدي من تحت، هسحب وبايدي التانية هضغط كده. ممكن يبقى عندك كارت او حاجه، هشوف لي كارت واعمل بيه كويس عشان خاطر اطلع الهواء. اهو جبت كارت اهو، هبتدي امشي كده، ايدي بتسحب من تحت الورقه دي عشان تطلع معايا بس مظبوطه وكويسه وشكلها يعني مش داخل فيه هوا وبتاع، فيبان ان هي شكلها رديء. يعني عايزين التفنيش بتاعها يبقى شكله حلو. انا كده عملت نصها تقريبا، خلاص قربت اخلصها. انا بس مش حابه اطول عليكم اكتر من كده، فيعني هفصل الفيديو واخلص الباقي هوريها لكم في الاخر. دلوقتي انا لزقتها طبعا كويس، جيت على الوش التاني شايفين السنتي اللي انا كنت سايباه، هبتدي الزقه كده عشان تبقى برضو تفنيشها كويس. هلزق كده وبرضو من هنا كده برضو هنعمل الاربع اطراف كده اهو بالطريقه دي. وده كده شكل المفرش بتاعنا، بصوا شكله حلو ازاي ومتين متين طبعا بناء على الاشعه اللي تحت دي، وعملناه بالكارت فتفنيشه بقى حلو. بيبقى فيه هنا كده ساعات شويه هوا برضو دخل كده غصب عننا فهنطلعه برضو. هنفرد كده كويس، انا شايفه ان بصوا تفنيشها حلو عشان استخدمنا الكارت مفيهوش اي هوا داخل. والناحيه التانية لو تحبي تحطي برضو نفس المفرش بنفس الطريقه زي ما وريتك كده، هتيجي هنا اهو برضو هتروحي فرشه المفرش بتاعك، يبقى المفرش بتاعك ده كده من الناحيتين هتستخدمي. وزي ما قلت لك تقدري تمسحيه بفوطه بسبونشه تغسليه حلو جدا عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. هوريكم بقى هنستخدمه ازاي على السفره عندنا. ايه رايكم بقى في الشكل ده؟ عملنا وحطينا الاطباق الشوك والسكاكين والمعالق كوبايه الميه، عملنا زي ما بيتعمل في المطاعم بالظبط يعني، وشكله حلو ولذيذ وكمان عملي. اذا تمسحيه وتنضفيه تقدري تعملي كده حتى يعني ايه لو عايزه يعني تعملي شغل كده على السفره بتاعتك قصاد ضيوفك. انا شايفاها فكره حلوه ولذيذه وسهله وشكله حلو يعني كمان وعملي. يا رب يكون الفكره عجبتكم. بجد لو عجبتكم ما تنسوش تقولي رايكم ايه في الكومنتات، وكمان شرفوني واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه بقدمها. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد قريب جدا. مع السلامه.